اخواتي وحبايبي، انا مبسوط في اللي انا فيه ومبسوط في الحته اللي انا فيها. اهو شغل في المحطه يا جدعان، قاعد على كرسي قدام ومحمل اغاني ومسلسلات وافلام. اكل العيش ما فيهوش عيب يا جدعان، والله العظيم انا ولا باخد حاجه من اليوتيوب ولا التيك توك ولا المهرجانات دي، انا خدها هوايه بالنسبه لي. انا بحارب على اكل عيشي احسن ما اقول لحد اديني. الحمد لله ربنا سترها معايا، ورصيدي وحب الناس مش في مبلغ ولا في عربيه ولا في الكلام ده كله، كل ده رايح. والدليله بتاعت النادي الاهلي اللي بعشقه وهفضل اعشقه. انا من قلب المحطه وباكل عيش يا جدعان زي البني ادمين. مش عيب ان انا اقف في الشمس 3 ساعات او 4 ساعات عشان اكل عيش، العيب ان انا اقول لحد يديني. الحمد لله انا مش عويل، انا راجل. لو بايد واحده هاكل عيش وهقف، لو بايد واحده هقف هاكل عيش، لو بدماغي وبعقلي هاكل عيش برضه. اكل العيش ما فيهوش عيب. العيب انك تقول لحد اديني، العيب انك تقول لحد اديني يا جدعان. هي دي الرساله اللي انا بقصدها. الكلام ده صح يا باشا، صح الصح. والله العظيم اكسر. قران انت ما في منك وعزه وجلاله لو الله. الشمس هتاكل في جلدنا بس ما نقولش لحد قول يا ريس. يدينا. هو ده الكلام. واحلى كسر، وكسر هينزل يشتغل اهو يا جدعان اهو. مع ان واحد زي ده بالله عليك تعالى كسر، بالله عليك وبالله عليك، واحد زي ده مش المفروض يشتغل في فندق؟ يا باشا مش الحمد يشتغل لله في يا مطعم، باشا. مش ربنا- يشتغل في حاجه، بس احنا مبسوطين بالحته اللي ربنا احنا ليه فيها. تدابير يا باشا، ما الحمد حدش لله. يعرف عنها حاجه. الحمد لله بقى. الحمد لله دايما وابدا. احنا مبسوطين بالحته اللي احنا فيها، بس كده. وبنطلع في اي مكان برضه عادي الحمد انا ما لله. رضيت باللي ربنا قسمه لك، ونعم بالله. يرتاح قلبك ويرتاح بدنك الحمد ويرتاح لله. كل حاجه. يلا يا شباب نشوف الزبون اللي جاي ده. تعالى يا اخويا.